السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا ان شاء الله غنشارك معكم واحد طبق من اطباق اللي عزيزة على قلبي، اللي هو طبق الكسكس. وطبق من طبيعة الحال ضروري حنا المغاربة دائما كنديروه يوم الجمعة، كتجمع عليه العائلة من طبيعة الحال، وفي حتى في المناسبات ديالنا. هنا خديت الدجاج ديالنا، غسلناه نقيناه من طبيعة الحال، كنجيبوه بليلة قبل وكيتغسل مزيان بالملحة والحامض ولا الخل بحال بحال، ويتغسل مزيان مزيان، ومن بعد كيتعاود يتشلل وكنحطوه كنسقطروه. هنا فواحد الاناء درنا واحد معلقة كبيرة ديال الزعفران، الخرقوم البلدي العادي، هذا ماشي ملون انما خرقوم عادي بلدي. كنحطوه وكنضيفوا عليه نص معلقة ديال البزار، يعني فلفل اسود، وكنضيفوا معاه شويه ديال الملحه. هنا غنضيفوا واحد ضامه الزعفران بحال اللي كتشاهدوا، هذه كتطلق اللون وكتطلق البنه في نفس الوقت. ومن بعد كنضيفوا واحد المعلقه كبيره ديال السمن. السمن ضروري، السمن الحار يكون في السكسو، يعني يكون في الطعام، حيت كاين اللي كيقول الطعام كاين اللي كيقول السكسو، يكون واحد هو. هنا كنحركوا دوك التوابل ديالنا مع واحد شويه د الماء، كنشرملوا بها الدجاج كامل بحال هكا. كنديروه بين الجلده والعظام، بين الجلده واللحم، بين الجلده واللحم، وفي الجناب ديال الدجاجه كامله بحال هكا. كنعقدوا ليها رجليها وكنخليوها على جنب. وهذه الدجاجه الثانيه ان شاء الله حتى هي دابا نشرملوها بنفس التشرميله اللي درنا الاولى، يعني نفس الشرموله غنديروها عليها وغنعقدوا ليها رجيلاتها، لان هذا سكسو، وسكسو راكم عارفين ضروري تعقدي ليه تعقدي الرجيلات باش ما يتفكوش لينا. هنا كنحكوا واحد جوج بصيلات باش يخطر لينا لاصوص. هنا الطنجره ديالنا فاش غنصبوا، وضعنا فيها شويه ديال الماء، وضعنا فيها البصله، وضعنا فيها دوك جوج دجاجات. هانتوما من بعد هانتوما ضفنا الدجاجه الثانيه، وداكش لاصوص اللي بقات لينا في داك البانيو ها حنايا غنضيفوها على داك الدجاج اللي عندنا. يعني غسلنا داك، درنا فيه شلنا غير بشويه الماء باش دوك التوابل يرجعوا مع الدجاج. هنا ضفنا واحد الربطه ديال القزبر ومعدنوس فالطنجره بحال اللي كتشاهدوا هانتوما. ومن طبيعه الحال ما نساوش بلي انه طيب لينا الدجاج، عاد نقدروا نبقاو نزيدوا الخضره ديالنا. هنا عندنا بصله شنفناها بحال هذا الشيء اللي كتشوفوا، ومن بعد غنضيفوها في الطنجره، غنضيفوها في الطنجره ونحلوها مزيان مزيان، نضيفوا عليها التوابل ديالها اللي هو الخرقوم والبزار والسكنجبير والسمن، يعني نفس التوابل اللي استعملنا في الدجاج غنستعملوهم حتى في هذا التفايه هذا اللي ديال البصله بحال هكا. وهنايا ضفنا السكر وضفنا القرفه. بالنسبه لهاد المرحله هذه غنديها فوق النار، ولكن ما غنحركها ما والو، نخليها هي. غنضيف عليها شويه ديال القزبر ومعدنوس، من بعد غنهز من لاصوص ديال الدجاج، وغنضيفها شويه على البصله ديالنا ونخليها على جنب، ما نحركها ما والو حتى طيب ليا. تنشوف اللون ديالها بدا كيتحمر، عاد نجي نحركها. علاش كندير هذه الطريقه هذه؟ باش السكر اللي درنا ليها ما يهبطش عندنا لتحت ويتحرق. هذا هو السر ديال التفايه باش كتجيك زوينه وبنينه، كتبقى بديك الطريقه. المهم المسائل كلهم باينين. هنايا درنا واحد ضامه ديال كنور ديال البقري، تبقى اختياري، صدقوني كيجي معاه بنين بزاف ماشي شويه. هنايا غنحركو مزيان. الدجاج ديالنا من طبيعه الحال دغيا غيطيب. هنا ضفنا واحد المعلقه ديال السمن، واحد المعلقه ديال السمن. هنا خدينا واحد طنجره الضغط، خدينا فيها الحمص ديالنا اللي كان مرقد عندنا ليله كامله، درنا ليه نفس التوابل اللي درنا في التفايه وفي الدجاج، يعني سكنجبير والبزار والخرقوم والسمن، يعني نفس بحال درنا في الطنجره الضغط وسدينا عليها طاب لينا الحمص ديالنا. وهنايا كاينه الكورجيت وكاينه القرا
وفي نفس الوقت كاينه جهه اخرى فيها خيزو جزر، وفيها اللفت بحال اللي كتشوفوا دابا هانتوما. هنا كنضيفوا الخضر ديالنا بحال هكا، هانتوما كنضيفوا الخضر ديالنا باش طيب لينا. هنا القرعه ديالنا ضفناها هنا مقشره، كلشي حيدنا لها القشره حتى هي، لان هذه غادي نطيبوها بهذا الشكل. غنطيبوها شويه واقفه وما غنحركوهاش، لان غنطيبوها غير شويه ومن بعد غنعسلوها بحال هكا اللي غتشوفوا. هانتوما ضفنا القرفه، وبطبيعه الحال غنضيفوا السكر وغنضيفوا جميع التوابل اللي درنا في الاول غنديروها في المره الثانيه، ونخليوها بهذه الطريقه هكا حتى تتعسل لينا. عاد كنهزوها ما كتحرك ما والو. هنايا هانتوما الخرقوم القرفه السكر، قلت لكم نفس التوابل باش حتى هي كتاخذ الذوق بحال اللي كيكون في المرق ديال الدجاج. الوصفه باينه وكلشي. هانتوما شوفوا من بعد، شفتوها من بعد ما طاب لينا القرعه وقصناها بلي لانه لقيناها طيبه. هنا عندنا الزبيب غنضيفوه على داك التفايه ديالنا. صدقوني التفايه جات زوينه بهذه الطريقه هذه وسهله بسيطه دغيا كتوجد. هانتوما هنا ما كنحركوها ما والو، كتبقى غير هكاك حتى تتنزل، حتى تنشوفوها خدات هاد اللوين عاد تنبداو نحركو فيها. هانتوما شوفوا تبارك الله الدجاج ديالنا ملي طاب حيدناه وحطيناه في الشبكيس تقطر ودخلنا الفران. من طبيعه الحال دهنا بالزبده. وهنا الطعام ديالنا اللي هو سكسو، درنا عليه شويه الزيت وشويه الملحه. كاين اللي كيدير الملحه في الاول، كاين اللي ما كيديرهاش حتى التفويره الثالثه، كل واحد والطريقه ديالته. المهم نتوما اللي كتجيكم سهله استعملوها. هنا كنحركو داك السكسو ديالنا مزيان مزيان، وكنضيفوه كنديروه في الكسكاس يتبخر. كنفورو المره الاولى وكنعطيوه الماء، المره الثانيه كنعطيوه الماء، المره الثالثه صافي كنقدموه بها. المهم السكسو خصو يجي طايب، هادشي اللي خصو يكون سكسو خصو يجي طايب. هاد التفايه كطيب والسكسو ديالنا كيطيب حداها. هنا جي صافي كلشي عندنا موجود. هنا جينا نسقيو، قسمنا الخليط ديالنا لان كانت عندنا 2 كيلو ديال السكسو. قسمنا الخليط ديالنا على 2 اطباق، يعني 2 طباصل بحال اللي كتشاهدوا هانتوما. وصدقوني مع هذا البرد صراحه السكسو هو اللي كيليق، كيجي احسن لان علاش كيسخن. هانتوما المهم تبقى دائما الشكل التقديم وكلشي كيبقى على الشكل ديالكم نتوما واللي كتبغيو. كاين اللي كيحط سكسو غير هكاك ويحط المرق في جنب، وكل واحد كيهز من تبصيلو. كاين اللي حنا الطريقه المغربيه هي هذه، كنحطوه بالطريقه هكا، يعني كنزوقوه بهذا الشكل هذا. واللي اول مره كتشوف القناه تنقول لها مرحبا بك، ما تنسايش ترفعي الجرس باش دائما يوصلك الجديد، ومرحبا بكم عندنا. وما تنساوش غير تخلوا لينا لايك وكومنتير باش نعرفوا واش عجبكم الطبق. هنا الحمص القريعه الخضراء كلشي موجود، تفايه. يلا الى اللقاء حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.